في بطولة الاسكندرية الأرجوميتر مقامة هنا في الاسكندرية. هنشوف مع حضراتكم جزء من هذه البطولة بتعليق أحمد علاء متولي. اسكندرية أو منطقة التجديف في الإسكندرية، حيث أقيمت مؤخرا بطولة الإسكندرية للأرجوميتر. حول هذه البطولة هيكون لنا لقاء مع السيد الدكتور جمال عبد القادر، رئيس منطقة الإسكندرية للتجديف. احنا ماشيين كده فعلا، بس بص مثلا قابلنا هنا الولاد الناشئ، الولاد الناشئ مع الرجال اللي هي يعني لو اتكلمنا عن مسابقات الارجوميتر اللي احنا بنعملها في منطقه اسكندريه واللي هي مدرجه في جدول الاتحاد المصري للتجديف، دي مسابقات تعتبر بالنسبه لنا تعتبر حديثه العهد. صحيح انها مش سنه ولا اتنين، النهارده بنتكلم في اكتر من 15 سنه بنعمل مسابقات الارجوميتر كمسابقات مضافه على جدول مسابقات التجديف. الارجوميتر تعريفه هو التجديف على اجهزه التجديف الثابت داخل الصالات المغلقه. طبعا الغرض منه الحقيقه هدفين محددين. الهدف الاول هدف تدريبي بيدي اللاعب فرصه على انه يتدرب على حركه المجداف وحركه التجديف وحركه الجسم نفسه، او بيسموها ديناميكيه الجسم في التجديف، وهو على الارض مطمئن قبل حتى ما يبتدي ان هو يتعلم قضيه التجديف في داخل المياه. الغرض الثاني من مسابقات الارجوميتر، وهو ده تعريف المسابقه. طبعا احنا عندنا عارفين ان هي مكونه من جزئين. الكلمه ارج اللي هو وحده قياس الشغل او وحده قياس المجهود اللي بيتعمل بالنسبه للمسافه، وميتر اللي هو القياس، يعني هي وحده لقياس المجهود او كميه الشغل اللي بيعمله اللاعب في مسافه معينه، او كميه المجهود اللي بيقدر يعمله اللاعب في خلال زمن معين. بيستطيع يعمل اي مسافه ويستطيع يعمل كم من المجهود يطلعه قد ايه. احنا عملنا الحمد لله السنه اللي فاتت عملنا بطوله المنطقه الارجوميتر، كانت بطوله من البطولات المتميزه يعني حظيت باهتمام كبير ومساهمه كبيره من اللاعبين والانديه. الحمد لله السنه دي بطوله العام اتعملت، كان فيها مشاركه جيده جدا اشاد بيها الحقيقه جميع كل من شاء حضر البطوله او كل من تعرف على ما حدث في البطوله، وبما فيها الحقيقه ثناء من الاتحاد المصري للتجديف نفسه على التجهيزات وعلى المشاركات. أعزائي المشاهدين، بعد ما تابعنا نبذة سريعة عن بطولة من الدكتور جمال عبد القادر رئيس منطقة اسكندرية للتجديف، تعالوا نستكمل معاكم ونشوف جزء من هذه البطولة.